الأسد هو واحد من أروع وأجمل الحيوانات المفترسة الشرسة الكبيرة على سطح كوكبنا اللطيف القمر ده. وفي نفس الوقت بقى هو قريب القطط المنزلية، لكنه أكبر 100 ضعف وأخطر طبعا بمراحل كتير جدا. وفي معظم الأوقات الأسد لو قابل في طريقه إنسان أو بشر هيبعد عن الشر ويغنيله. وأيوة الأسود بتعتبرنا خطر وشر عليهم وبيشوفونا وحوش وعندهم حق في ده. لكن لو الإنسان ده بقى هدد أو استفز الأسد، وقتها هتشوف وش الأسد الحقيقي وهتقابل كمية عدوانية عمرك ما تتخيلها أبدا. وهو ده اللي بيخلي لحد النهاردة هجمات الأسود على البشر موجودة وبتتسجل في جميع أنحاء العالم من كل سنة. وهو ده بالظبط اللي هيحصل وهنشوفه دلوقتي مع المصور الفرنسي جون باكيت عاشق الحياة البرية. جون باكيت هو مصور فرنسي بيحب يسافر على طول لأجزاء مختلفة من الكون علشان يصور جمال مملكة الحيوان، واستمر في الموضوع ده لأكتر من 20 سنة تقريبا. وهو ده بقى شغله، إنه يوثق ويعرض العالم وعجائب الطبيعة، وتحديدا بقى جمال وروعة الحيوانات اللي المفروض نقدرهم ونحميهم. يوم 11/7 سنة 2022 جون بيقرر انه هيعمل رحلة عمره ويسافر لتنزانيا علشان يصور الحياة البرية هناك والمناظر الطبيعية الخلابة. ومادام قلنا تنزانيا يبقى اكيد الكلام هنا عن محمية سرنجيتي الوطنية. حلم جون بقى هو انه يصور القطط الكبيرة في بيئتهم الطبيعية زي النمور المرقطة والفهود، ويا سلام بقى لو كان ملك الغابة وسيد الوحوش موجود، ده الحلم بالنسبة له. وزي ما انتم عارفين يا اساطير ان محمية سرنجيتي هي واحدة من الاماكن القليلة جدا اللي لسه موجودة في العالم اللي تقدر تشوف فيهم الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية وبدون اي تدخل بشري. عشان كده جون قرر انه يروح لهناك على طول. وجون فعلا وصل لتنزانيا وخيم في قلب معسكر في محمية سرنجيتي، وقضى ايامه الاولى في تصوير قطعان الجواميس والحمير الوحشية وهم بيهاجروا عبر السهول. وكمان قدر يصور قطعان الأفيال العملاقة والزرافات الطويلة، بس ما كانش ده الهدف النهائي عند جون، لأن زي ما احنا قلنا حلمه الأول والأخير هو كان تصوير الأسود في البرية. بس جون برضه كان عارف إن صورة أسد في بيئته مش هتبقى حاجة سهلة وهتكون خطر عليه، وممكن لا قدر الله بقى يحصل في الأمور أمور. عشان كده هو قام بعمل كل الإجراءات الاحترازية علشان يتأكد من سلامته في الرحلة الخطرة دي، زي إنه استأجر دليل من أصحاب الخبرة في المحمية علشان يرشدوا ويدلوا على أماكن الأسود وسلوكياتهم، وكمان جاب كاميرا عالية الدقة وبطارياتها بيقعدوا مدة طويلة. جون قعد 3 أيام مع المرشد، كل يوم يطلعوا سوا يصوروا الحيوانات، لكنه ما صادفش غير اللبؤات وقطعان الإناث، ومش هو ده اللي كان عايزه. عشان كده في اليوم الرابع قرر انه هيخرج لوحده من غير المرشد، وكان عارف ان اللي بيعمله ده غلط جدا. بس وقتها بقى هو حس ان المرشد ده بيستغله او بيعطله، وانه يقدر يعمل اللي هو بيعمله عادي جدا ومش محتاج له علشان يخرج معاه. وبعد يومين فعلا جون بيصادف في البرية اسد ذكر كبير كان نايم مريح جنب ظل شجرة في عز الظهر. جون ابن المجانين قرب من مكان الأسد، لكنه كان لسه محافظ على مسافة آمنة بينه وبينه، وبدأ بقى يصور في المعلم وهو قاعد. وفي الوقت اللي كان بيظبط بقى فيه إعدادات الكاميرا من الأيزو فتحة العدسة، سمع صوت هدير أسد واطي. والكلام هنا مش معناه إن الأسد هو اللي واطي، لأ، هو صوت الهدير اللي كان منخفض يعني. جون باكيت رفع راسه وبص للأسد ولقاه بيجري ناحيته بمنتهى السرعة. وقتها جون حاول يهرب، لكنه كان عرف ان الوقت خلاص فات وان الاسد اسرع واقوى منه بكتير. وفعلا وفي اقل من 5 ثواني كان جون حاسس بانياب الاسد وهم راشقين في كتفه وهو عمال يصرخ من العذاب. الاسد سحب وجر جون على الارض، وبيقول انه وقتها حس بوجع مميت من راسه لاخر حته في صباع رجله من تحت، وانه ما كانش بيعمل حاجه غير انه عمال يصوت ويصرخ بس، وان الوزن التقيل للاسد كان بيضغط على كل جسمه ومفيش فرصه ليه انه يحارب الوحش العملاق ده. والمحاولة الوحيدة اليائسة اللي ربنا بقى ألهمه بيها وقتها هي إنه يضرب الأسد في وشه مجموعة من اللكمات بالكاميرا اللي معاه. وبعد 3 دقايق بالظبط من بداية الحادثة كلها بتحصل المعجزة، والأسد فجأة بيطلق سراح جون وبيسيب كتفه وبيجري يختفي في الأدغال.
جون كان لسه مرمي على الأرض في مكانه في حالة من الذهول وجسمه كله بينزف، لكنه كان لسه حي وعايش. جون ما كانش مصدق انه قدر ينجو من الهجوم الوحشي، وان الأسد لا كله ولا قتله، وانه سابه بعد ما علم عليه. بس برضه عرف وقتها انه لازم حد يساعده بسرعة، لانه مش قادر يمشي وخسر معظم قوته لدرجة انه كان بيزحف حرفيا على الارض. وفي نفس الوقت كان خايف ان الحيوانات المفترسة التانية تشم ريحته ويجوا ياكلوا وجبة سهلة وسريعة زيه، او ان حتى الاسد يرجع من تاني ويخلص بقى في اللي بدأه. جون قعد يزحف في اتجاه المعسكر اللي كان فيه، ومن حسن حظه ان المرشد بتاعه لقاه في نص الطريق وهو غرقان في بحر من دمه. المرشد اتصل بالراديو بسرعة جدا علشان يطلب المساعدة ويلحقوا الجثة اللي على الأرض قبل ما تفارق الحياة. وبعد ساعة واحدة بيوصل فريق طبي في طيارة هليكوبتر وبينقلوا جون لمستشفى أروشا علشان يسعفوه ويعالجوه. جون إصاباته كانت خطيرة جدا، زي كسر في الضلوع وثقب في الرئة وتمزقات ونضوب عميقة، لكن بالرغم من كل ده كان لسه على قيد الحياة وما ماتش. وبعد 3 شهور في المستشفى من عمليات جراحية وإعادة تأهيل وآلام مبرحة، قدر جون إنه يتعافى مرة تانية. جون باكت أول ما خف جري على المطار ورجع لبيته في فرنسا من تاني، وقال طلق 3 ما همسك الكاميرا أبدا. وعرف إن التصوير كان هيكلفه حياته، وإنه كان محتاج ياخد حذره أكتر من كده ويسمح بوجود المرشد معاه على طول، لأن المرشد دي شغلانته، يعتبر أهل خبرة أكتر منه وعارف بسلوكيات الحيوانات. بس بعد وقت طويل وتفكير في التجربة اللي مر بيها، جون قرر انه مش هيسيب الخوف يتغلب عليه ويمنعه من اكتر حاجة بيحبها، وهي التصوير. جون عرف ان المخاطر حقيقية ومميتة، لكن الحاجة اللي بيحبها اهم وما ينفعش يخسرها لأي سبب. وبعد سنة بالظبط بيرجع جون من تاني لسرنجيتي في قلب تنزانيا، لكن بعد ما قرر يحترم خصوصية الحيوانات البرية، واعترف انه ما عندوش القدرة على التنبؤ بالطبيعة. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش تبقلشها. صديق الانسان، سؤال على جنب كده، تعالالي بالامانه كده، لو انت لا قدر الله كنت مكان المصور جون باكيت ومريت بالتجربه المؤلمه دي، كنت هترجع بقى وتعيدها من تاني زي ما هو عمل ولا لا؟ اكتب لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.